الأكل المكسيكي معروف إنه حار ولذيذ، بس هل فعلا يستاهل الضجة؟ جبت لكم أشهر 5 أكلات في المكسيك، وهنجربهم مع بعض لأول مرة. خليكم معايا لآخر الفيديو، لأن في مفاجأة نارية. نبدأ بالأسطورة، التاكو. خبز رقيق محشو بلحم مشوي، بصل، كزبرة وصوص حار. الطعم لذيذ جدا، بس الصوص بيكسر. ودي اسمها انتشيلادا تورتيلا، محشية ومغطاة بصوص أحمر ناري. بتتشرب كلها صوص وسخنة جدا. بصراحة دسمة، لكن ممتعة. شكلها غريب. دي اسمها تامل، أكلة قديمة جدا من المايا، بتتلف الذرة. طعمها غريب، قريبة من الكشري بس من غير طعم مألوف. تجربة غريبة بس تستحق. أكلة آمنة. دي اسمها كيساديان، تورتيلا محشوة جبنة، أحيانا دجاج أو مشروم، سخنة ومقرمشة، والطعم مريح ومألوف شوية. أحسن حاجة للناس اللي مش بتحب الحار. والمفاجأة الأخيرة، شوربة المينودو، معمولة من أجزاء غريبة زي الكرشة أو رأس الخروف. الطعم قوي، والرائحة مش للجميع، بس لو بتحب المغامرة جربها مرة. ويك تايم هافهم. ودي كانت تجربتي مع أشهر 5 أكلات في المكسيك. أكتر أكلة حبيتها التاكو طبعا، وأغرب واحدة المينودو بدون منافس. تحبوني أجرب أكلات من أي بلد تاني؟ اكتبوا في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. أشوفكم في أكل جديد من بلد جديد.